بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم متابعين في كل مكان. ازيكم؟ وحشتوني طبعا. النهارده ان شاء الله هنبتدي الجزء الثاني من ورجعنا تاني حبايبي. دي اخر واحده اهي، ماشي. هعملها منزلقه. بعد كده هرتفع بالثلاث سلاسل بتوعنا الشغل بتاعنا. بعد كده هعمل الثلاث عواميد، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. كده هنقيسه على المصحف ونشوفه على قده ولا لا. كده بالظبط، ماشي كده بالظبط اهو، وورا بقت مظبوطه. طب هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نعمل عمليه تثبيت هنا كمان. ازاي؟ يلا بينا نشوف. طبعا انا ارتفعت هنا، المفروض اعمل 6 سلاسل. لا، انا مش هعمل 6 سلاسل، انا هلف الشغل كده واعمل عمليه تثبيت ازاي زي ما عملنا الناحيه التانية. هخش هنا واعمل منزلقه، واللي بعديها منزلقه، اللي بعديها منزلقه ثاني، ادي كده منزلقه، اللي بعديها منزلقه، واللي بعديها برضه منزلقه. كده عندي الفتحه هنا، هعمل غرزة منزلقة. بعد كده ارتفع بثلاث سلاسل الشغل بتاعنا بقى الطبيعي، ماشي. واعمل 3 عواميد بلفة، ادي 3، ماشي. والمفروض نوصل لحد هنا. بص بقى، احنا هنا عملنا تثبيت، هوصل لحد هعمل تثبيت هنا. هتلاقي الموضوع ده نازل على هيئة 7 كده، زي تحت كده نازل، ما هو 7. هتلاقي من هنا هتعملي تثبيت من هنا وتثبيت من هنا، وهتلاقيه اخد 7 كده، شكل 7 لحد ما يوصل للاخر. طبعا انا بعمل منزلقة عشان اوصل لاخر الشغل واوريكي هنمشي تثبيت ازاي. ماشي، هخلصها واوصل هنا وارجعلك. بصي، انا وصلت بقى هي الشغل كده. هعمل هنا منزلقة. المفروض بقى ان انا هرتفع ب3 سلاسل، مش هرتفع وهلف الشغل، ماشي. واعمل ايه؟ منزلقة عشان برضه اكمل التثبيت من هنا، وبقى تثبيت من الناحيه دي والتثبيت من الناحيه دي، لحد ما يوصل معانا كل مره ان واحده ايه تنقص من هنا وواحده تنقص من هنا، ماشي كده. بس كده اهو. بصي، بدأت بقى من هنا طبعا ماشيه كده، ومن هنا الناحيه التانية برضه هتبدأ تمشي كده برضه. هتبدأ الاتنين يعملوا 7 مع بعض. نخلص خالص ونرجع نشوفوا النهايه بتاعتها. ورجعنا تاني بعد ما خلصنا الغلاف كله. كده بقى طول المصحف بالظبط، احطه في النص هنا اهو، كده اهو، كده بالظبط كده اهو. كده خلصنا كله. هنعمل ايه بعد كده؟ بصي، احنا وقفنا هنا على غرزة منزلقة. هلف دايم ما يدور غرزة منزلقة. يعني ايه؟ انا هنا عامله غرزة منزلقة، هاجي اللي تحتيها هنا اهو، غرزة منزلقة، ماشي. اللي بعديها غرزة منزلقة، اللي بعديها غرزة منزلقة، اللي بعديها برضه غرزة منزلقة،
بصي انا بعمل غرزة منزلقة كله. ماشي. طب الغرزة المنزلقة دي هنرتفع بيها سطرين. ماشي، دايما يدور نعمل بيها سطرين، وبعد كده نرجع نشوف اللي احنا هنعمله. ان المفروض المصحف هيبقى الغلاف من جوه هيبقى كده. نشوف هنعمله ازاي كده بعد ما نرتفع بسطرين في المنزلقة. نرجع تاني ورجعنا تاني يا حبايبي. انا اشتغلت الناحية دي اللي هي هتتنى كده. انا هوريكم الناحية التانية، اشتغلتها ناحية وسبت ناحية عشان اوريكم هي طلعت كام سنتي. هي طلعت 8 سنتي، فانا هعمل الناحية اللي هنا كمان 8 سنتي. واشتغلت الغرزة دي اللي هي اللي اسمها هي ناسية اسمها بجد. ماشي، انا اشتغلتها فهشتغلها لكم معاكم. ما اشتغلتش الناحية دي عشان اوريها لكم برضو. انا طبعا كنت عملت سطرين اللي هو عمود، عملت سطرين اللي هو منزلقة. هبدأ بقى اسحب المنزلقة كده، اخش من تحتيها وادخل الخيط بتاعي تحت كده اهو. كده اهو، واثبت الخيط اهو كده. انا ثبت الخيط. اعمل ايه؟ انا هعمل حشو، هشتغلها بغرزة حشو. هخش تحتيها ماشي. اخش تحت كل غرزة واعملها غرزة حشو. تحت كل غرزة واعمل غرزة حشو. غرزة حشو ماشي. انا بخش تحتيها كده بعمل غرزة برضو حشو. طبعا انا بداري الخيط في شغلي عشان ميبقاش باين حاجة. ماشي، انا بداريه كده اهو. الزيادة كده بقصها. بخش تحت كل غرزة. هي طبعا على فكرة في الأول بس بتبقى صعبة، بعد كده بتبقى سهلة أو مش صعبة، جامدة يعني. ماشي، هنخلص غرزة الحشو لحد هنا ونرجع تاني لبعض. أنا كده وصلت آخر غرزة بعملها غرزة حشو برضو. تمام. بعد كده هرتفع بسلسلة ولف الشغل. هلف الشغل كده. انا ارتفع طبعا بسلسلة والف الشغل واعمل غرزة حشو. في غرزة الحشو اخش فيها، في اول غرزة حشو اخش فيها، التانية، التالتة، الرابعة، بصي انا بخش كده بعمل غرزة الحشو
تمام. فبستمر كده لحد ما بوصل هنا، برتفع بسلسلة وارجع تاني لحد ما اوصل، ارتفع بسلسلة وافضل كده لحد ما اوصل 8 سنتي. نوصل 8 سنتي ونرجع لبعض. طبعا انا بصي قبل ما امشي انا ارتفعت هنا من اول اللون النبيتي كده 6 سنتي. تمام. بعد عشان اللي عايزه تغير اللون ماشي. بعد كده ارتفعت 2 سنتي او 1.5 يعني، ارتفعت 1.5 اللي هو ايه اللون التاني. تمام كده. هخلص وارجع لكم. ورجعنا تاني. بصي انا حبيت اوريكم الخيط وانا بنقله. بصي انا كده عملت اللي هو بالظبط، وقفت كده. المفروض اسحب سلسله واعمل، هسحب سلسله من الابيض، من اللي هو البيش. تمام كده اهو، راح الف الشغل كده. تمام كده. الخيطين دول الزياده معايا كده ماشي. اخشي اعمل غرزه حشو. تمام كده وانا ماسكه الزياده. طبعا انا ماسكه الزياده عشان ايه اداريه، عشان هي فلتت الحته دي. كده اهو انا ماسكه الزياده. انا كل ده عشان بدايه كمان الشغل بتاعنا يبقى نضيف كده. انا طبعا بعمل غرزه الحشو وبداري الخيط الزياده. طبعا انا قست المقاسات الناحيه دي زي الناحيه دي نفس الطول. تمام نفس الطول. هقص طبعا الزياده خلاص كده. انا داريهم كده. انا هداريهم. تمام كده. انا بعمل طبعا غرزه الحشو بالبيش باللون البيش. طبعا انا بعمل غرزه الحشو وشغاله فيها. تمام. انا كده بس بسلك الخيط. كده انا شغاله فيها غرزه الحشو. انا طبعا سايبه اليوم عشان عايزه اوريكم حاجه مهمه فيها ان انا ايه وانا بنقلها كده. انا وصلت للاخر. تمام. فبعمل سلسله ولف الشغل واخش في اول غرزه حشو واخش فيها. انا طبعا هوصل لهنا اهو ماشي. وبعد كده هنزل كده عشان اعمل لون البيج زي ما عملت هنا اهو. انا عامله هنا اللون البيج كده، انا عايزاه دايما يدور. فطبعا انا هنزل هنا واقصه وبعد كده اخده هنا والف بيه شغل لحد هنا اهو. ده هعمل غرزه حشو فيها. بعد كده ما نرجع الحشو اوريكم الغرزه دي. نخلص ونرجع لبعض. ورجعنا تاني. بصي هنبدأ بقى نعمله غرزة المروحة. عرفت اسمها أخيرا، جبتها دلوقتي اهي، مع إني من الصبح عمالة أفتكر فيها. غرزة المروحة. فهنعمله إيه؟ أول حاجة أنا الخيط أهو، وأعمل عمود بلفة
تمام. اعمل عمود بلفة كده في الغرزة بتاعتنا هنا، في اول غرزة هنستخدمها. بعد كده بعد 1 2 اخش في التالتة، اعمل عمود بلفة، ماشي، اخش في نفس المكان اعمل عمود بلفة، ادي كده 2، اخش في نفس المكان اعمل عمود بلفة، ادي كده 3، ماشي. لو عايزة انتي تعمليها 5 7 انتي حرة يعني. بعد كده اخد سلسلة كده، اخدت سلسلة. بعد كده اعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان برضو، 3 عمود بلفة في نفس نفس المكان. بعد كده هعدي غرزة، اخش في التانية اعمل غرزة منزلقة، ماشي. بعد كده اعدي غرزة اخش في التانية واعمل 3 عمود بلفة، اخش في نفس المكان اعمل عمود بلفة 3. بعد كده هعمل سلسلة واخش في نفس المكان 3 عمود بلفة، ماشي اهي. يبقى 3 عمود بلفة بينهم سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس المكان، تمام كده. بعد كده اعدي غرزة اخش في التانية اعمل غرزة منزلقة، بعد كده اعدي غرزة اخش في التانية اعمل عمود بلفة من غرزة المروحة، 3 عمود بلفة سلسلة، 3 عمود بلفة. يعني انا عديت اهو، عديت واحدة دخلت في التانية عملت منزلقة، ماشي. عديت واحدة دخلت في التانية عملت 3 عمود بلفة، ماشي. ادي سلسلة 3 عمود بلفة، تمام اهي. احنا هنا هسيبها هنا ابقى اكملها انا، وانتوا كده انا وريت لكم طريقتها ابقى اكملها، بس انا هوريكم نقفل ازاي. بقى نقفل ازاي، نجيب الابره والخيط، نجيب الابره والخيط، تمام. خش في الاول هنا عشان ما يبانش اللي انا قابضه الخيط من تحت زي الدايره يعني كده اهو، كده نطلع ده كده بره. طيب طبعا عشان هو سابني انا مش عايزه اعمل في السبني، هعمل في الغرزه اللي تحت دي غرزه قصاد الغرزه، غرزه قصادها الغرزه، شفتوا طلع ازاي بيندل معايا، شفتوه بيندل. هجيبها تاني وش تاني من تحت كده، وفي معلش هي قفلت مع بعضيها كده، نطمت مع بعض مش عارفة ليه، افكها وارجع لكم. ورجعنا تاني، انا طبعا عملتها. هخش في اول غرزة، نخش في التانية، طبعا هنخش من جوه هنا عشان اللون ميبانش في البيج، ماشي. بعد اجي في اللي بعديها
هثبتها كده. هاجي في الغرزة برضو اللي بعديها، غرزة قصاد غرزة. بصي الغرزة قصادها الغرزة بتاعتها. الغرزة اللي بعديها انت شايفاها ولا اقرب لكم الكاميرا؟ نضغط في الغرزة اللي بعديها. الغرزة اللي بعديها برضو. كده الغرزة قصادها الغرزة. عشان ميفلتش ده. بصي بدأت تمسك اهي ازاي. طبعا انا ما بطلعش من الناحية دي هنا عشان الخيط البيض ما يبانش فيه. كده اهو خلاص كده. ابدأ بقى اثبت الناحية دي. كده خلاص كده هقصها. تمام. في هنا كده قصيناها كده اهي. قفلت من هنا خلاص كده. تمام. طبعا انت برضو هتعملي نفس الموضوع في الثلاث جناب اللي فاضلين. هتبقى نفس الحالة برضو. متخشيش في الخيط البيش. لو انت مش عاملة بيش تمام خدي من على الحرف عادي. انما عشان لو انت عاملة الزيق ده والشكل دوا خدي من البيج اللون النبيتي دوا او اللون ده يعني، عشان لو انت عاملة لون تاني وتخشي في الحزة دي. تمام. هنخلصها واوريك الشكل الفينش النهائي بتاعها وخلاص. ماشي خلص ونرجع. ورجعنا تاني. انا خلصت الجراب كله وعملت بصوا جيت للمصحف. تمام ولبسته. عملتها ازاي؟ عملتها غرزة حشو اللي هو غرزة عمود بلفة. اللون الغامق ده عمود. عملتها بعمود نص عمود سوري نص عمود. ومن بره عملته بغرزة حشو. هنا عملت نفس الحالة بس عكست اللون مش اكتر من كده. انا عملت نفس الحالة وعكست اللون وعملت لها زرار وعملت لها عارة. دي كده انا خلصت المصحف اهو.
كده بتفتح كده اهو. بعد كده ممكن انا اقفلها كده تاني وخلاص. ايه رأيكم؟ غرزة جميلة وغرزة حلوة جدا بجد. عايزة اقول لكم طبعا اسعدتوني ان انتوا كنتوا معايا. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة، واللي قدر يفهم مني المعلومة وعجبه شرحي تعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس، واي واحدة لسه جديدة تفعلي الجرس واعملي اشتراك عشان يوصلك كل جديد. كده اقول لكم مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.